ازاي لايفات على التيك توك فيها حد بيرقص او بيستعرض فلوس او بيعمل تحديات ممكن يكون وراها جريمة اقتصادية كبيرة زي غسيل الاموال؟ وليه بقينا نسمع كتير عن القبض على التيك توكرز المصريين؟ وهل الموضوع ده كله اخلاقي ولا فيه قصة اعمق واخطر من كده بكتير؟ كل ده هنعرفه مع بعض مع احمد وهمان في كلام بيزنس. اول حاجه لازم نعرف يعني ايه غسيل اموال. غسيل الاموال ببساطه هو انك بتحاول تدخل فلوس جت من مصدر اجرامي او غير قانوني زي تجاره المخدرات والسرقه والتهريب في الاقتصاد الرسمي للدوله علشان تبان كانها فلوس نظيفه. تخيل معايا كده، ينفع تروح فرح او مناسبه كبيره بقميص متوسخ؟ طبعا لا، لازم تغسله وتكويه علشان تبان بشكل محترم. نفس الفكره دي بالظبط مع الفلوس اللي جايه من مصدر مش قانوني. اللي بيغسلها بيحاول يخليها شكلها نظيف ولايق علشان يعرف يصرفها في العلن، يشتري عربية ويفتح بيزنس أو يحطها في البنك، وكل ده من غير ما الحكومة توقفه وتسأله الفلوس دي جبتها منين. بس قبل ما نكمل خلينا نقول حاجة مهمة جدا. احنا كلنا فرحانين وشايفين انهم كانوا سبب في ان اطفال كتيرة عقلها يشت ويبوظ، بس خلينا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الرسالة دي ليا قبل ما تكون ليكم. عاوزين فرحتنا ما تخليناش نفتري عليهم او نخوض في اشخاصهم، ومش هدف الفيديو ده ابدا هو التشهير بحد او اتهام حد بدون دليل. فهنا احنا بنحلل سيناريو وارد وبعلمكم مصطلحات جديدة في الاقتصاد زي غسيل الاموال، وازاي ممكن يكون التيك توك هو البوابة الخفية ليه. وهو ده هدفنا في القناة، مش هدفنا اننا نتشهر على اهانة حد او اتهام حد. فلو انت مستنيني ان انا اخوض فيهم فالفيديو ده مش ليه. نرجع تاني، يعني تخيل ان معاك مليون جنيه من تجارة ممنوعة وانت مش هتقدر تروح تحطهم في البنك كده على طول، ولازم تلاقي طريقة تغسلهم بيها وتخلي شكلهم قانوني. وده هنا بيتم على 3 مراحل: بليسمنت، لايرنج اند انتجريشن. بليسمنت اللي هي الايداع، ان انت بتدخل الفلوس دي في النظام. لايرنج اللي هي التغطية، ان انت بتلف وتدور بالفلوس دي بين الحسابات والشركات. الانتجريشن اللي هي الدمج، انك بتظهر الفلوس دي كأنها ارباح او شغل قانوني. وتيك توك بقى هو الاداه السحريه لغسيل الاموال في حالتنا دي. ازاي؟ شوف السيناريو ده معايا. واحد عنده فلوس مش نضيفه، بيعمل حساب على تيك توك او يتفق مع واحده عندها حساب على التيك توك وعندها متابعين، يبدا يبعت لها هدايا بمبالغ ضخمه. الفلوس دي بتتحول لبوينتس، والبوينتس دي بتتحول لدولارات، والدولارات دي بتنزل في الحساب البنكي وتبدا تدخل في دوامه التحويلات. وهنا اقدر اقول لك مبروك، الفلوس اتغسلت. والمتابعين هنا في غيبوبه، محدش مدرك الجريمة اللي بتحصل خلف الكواليس في اللايفات والتحديات. ولما بدأنا نسمع اخبار عن القبض على التيك توكرز، الناس على طول افتكرت ان السبب بس هو ان المحتوى غير لائق او بسبب التحريض على الفسق. بس في الحقيقة ان ده ممكن يكون سبب، بس في سبب تاني ممكن يكون اخطر بكتير، وهو معرفة مصدر الاموال دي. وهل ده ليه علاقة بغسيل الاموال ولا لا؟ في وسط الضجة دي في حاجات بتحصل ومحدش واخد باله منها، وهو ان الناس بدأت تشوف ان اي حد معاه فلوس هو شخص ناجح. بس الحقيقة ان الفلوس دي مش ناتجة عن شغل، وده بيكسر الثقة في العدالة الاقتصادية. وان اصحاب الاعمال غير الشرعية بقوا بيعملوا حاجة اسمها التحايل المالي الرقمي، انهم بقوا بيستغلوا ثغرات في الانظمة زي التيك توك او العملات الرقمية علشان تمرر الفلوس غير الشرعية وتخلي الغلط يبان انه شيء عادي. وده بيأثر على الاقتصاد، علشان لما بتدخل فلوس مش نضيفة في السوق فانت هنا بتبوظ الاسعار وبتزود الفجوة بين الاغنياء والفقراء، وبتدمر فرص الناس الشريفه. ان اللي بيتعبوا بجد بيتظلموا وسط اللي بيغسلوا فلوس وبيظهروا كانهم نجحوا وتعبوا. وده خطر علينا كلنا. طب ليه؟ لان الموضوع هنا مش بس اخلاق، ده بيأثر على مفهوم النجاح عند الشباب. الشباب بيفكر ان الحل هو الترند مش الشغل الحقيقي، وان الحل هو المكسب السريع بغض النظر عن مصدره او الطريقه اللي كسبهم بيها. فتلاقي ناس بتهين نفسها وناس بتطلع اسرار بيوتها بس علشان خاطر الترند والدعم والفلوس. وعلى غير العاده، زي ما بقول لكم في كل فيديو اعمل لايك وشير لفيديوهاتي، انا هنا هقول لك لا، قبل ما تعمل لايك او شير لاي حد حتى لو انا، اسال نفسك سؤال: هل اللي قدامي ده بيكسب من مجهوده ولا مجرد واجهه لغسيل الاموال؟ وهل ده يستحق الدعم ولا لا؟ احنا لازم نكون واعيين، مش اي شهره بتساوي نجاح، ومش اي فلوس تبقى من شغل حلال. وافتكر ان الجريمه لما
لما بتلبس لبس الترند بتخدع الناس. وفي النهاية لو انت حابب تدعم المحتوى الهادف دي فرصتك، فاستغل اللي حصل وانشر كل القنوات الهادفة، مش بس قناتي، عندك عشرات القنوات اللي بتفيد الناس بمعلومات جديدة من غير اي اهانة او ابتذال او اسفاف، علشان الناس تعرف اننا لسه بخير، وان اللي حصل من ترندات كان مجرد زلة، واننا كشعب مش بتوع تفاهات، احنا بتوع محتوى هادف، وده اللي انا واثق انه هو اللي هيبقى الاتجاه في الفترة الجاية. فشمر ايدك ووري العالم اننا قدها. سلام.